ما قبل الخميني وثورة الخميني كان هناك اضطهاد عرقي، وكان هناك استحواذ واحتلال. الذي حدث والذي تغير بعد الخميني أن هذا الاستحواذ وهذا الاستعمار تحول إلى حالة تذويب، من الاستيعاب إلى التزويب، من الاحتلال إلى التزويب، تزويب الهوية، تزويب اللغة، تزويب الحضارة. وأن بدأت أعمال لإنهاء الوجود المستقل للأحواز على ثلاث صعد على المستوى الديموغرافي السكاني، على ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول اقتطاع أجزاء من الأحواز وإضافتها إلى محافظات إيرانية أخرى. اثنين، تهجير مجموعات سكانية من الأحواز إلى مناطق أخرى، سواء مناطق فارسية أو مناطق لقوميات أخرى. المسألة الثالثة أنه بدأت عملية استيطان للفرس في الأحواز. تقريبا عام 2011 شهد بناء مستوطنات قد المستوطنات الصهيونية اللي اتبنت في فلسطين حوالي 100 ضعف تقريبا، يعني بالإحصاء بعدد الشقق وعدد المساكن. هنا الحقيقة في مرحلة ثورة الخميني من يريد أن يفهم ويدرك جيدا مغزى فكرة التذويب التي أضيفت إلى فكرة احتلال، ومسألة الاضطهاد الطائفي التي أضيفت للاضطهاد القومي اللي كان في فترة سيطرة الشاه، فقط يتابع حجم الحالة الاستيطانية التي تجري في الأحواز وحجم النقل للمجموعات السكانية الفارسية لمنطقة الأحواز لإحداث انقلاب ديموغرافي. المسألة التي تغيرت أن إيران استفزت حقيقة دول الخليج ما بعد ما حدث في البحرين، والدور الإيراني في اليمن، والدور الإيراني في كثير من المناطق بعض دول الخليج، الدعم ومحاولة تفكيك المجتمعات والذي يصل حتى إلى محاولة ابتلاع الدول. أنا أعتقد أن هذا وفر ظرفا مختلفا. باختصار شديد، الوضع العربي تغير، الوضع الإقليمي تغير، الظروف التي أتاحت لإيران احتلال الأحواز تتغير الآن. والأهم في كل ذلك أن الحركة الإسلامية التي كانت العامل الغائب في الدور السياسي والاستراتيجي خلال الحرب العالمية الأولى، الحركة الإسلامية وفكرة الأمة الإسلامية الآن أصبحت حاضرة في الصراع وأصبحت حاضرة في المواجهة. وبذلك فلا أتصور أن قضية الأحواز ستصبح كما كانت، بل أني أرى أن الصراع مع إيران هو في ذات المستوى من الصراع مع الكيان الصهيوني، وأن كلا الطرفين يمثلان ضغطا على الأمة، وأن تبلور الأمة ودفاع الأمة عن هويتها وعن قضاياها ومواجهة أعمال الاحتلال التي جرت للأرض العربية والإسلامية ستكون على ثلاثة محاور: فلسطين، الأحواز، كشمير. وتلك القضايا الرئيسية هي ما ستلخص في النهاية نجحت الثورات العربية أن تنجح، عدنا إلى فكرة الأمة الإسلامية أم سنظل متفرقين. وأشكر حضراتكم شكرا جزيلا.